سادة عضلات فيديو جديد. طبعا النهارده يا جماعه اول يوم العيد، كل سنه وانتم طيبين. طبعا انا عارف العيد انتوا ما بتبقوش فاضيين قوي ان انتوا تتفرجوا على فيديوهات، في اللي بيبقى خارج مع اصحابه وفي اللي بيبقى عايز يتفسح مع اهله. واحد كاتب لي بيذاكر ايه يا حبيبي اول يوم العيد؟ خلاص يا المذاكره مقطعه بعضها. مش عايز اطول عليكم، عايز اعمل لكم فيديو خفيف كده بحيث تتسلوا بيه وفي نفس الوقت تبقى ايه تشوفوا اللي وراكم يعني. تمام، قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناه مش مشترك. طيب بصوا يا جماعه، النهارده انا هجرب لكم الفطار من نابولي كافيه. هو في عندهم 6 انواع من الفطار بس انا اخترت 3 هجربها يعني. اول حاجه يا جماعه هنجربها اللي هي الفطير الفلاحي. الفطير الفلاحي المفروض بيبقى عباره عن ايه؟ 8 قطع فطير وعسل وطحينه وجبنه وطماطم وشاي. طبعا في هنا بقى شويه معالق وشوك والحاجات اللي انتوا عارفينها ديت. اهوت دوت فعلا القطع الفطيره. ايه ده؟ ده فطير، هو 8 قطع فعلا يا جماعه. وفي معاها العسل وطحينه. انا بلاحظ يا جماعه ان اغلب المطاعم بتجيب العسل والطحينه ما بيبقوش مخلطين على بعض. لو افتكروا بردك اللي هو لما جربت لكم اخطر سحور في مصر اللي هو من بيج بيتزا، بردك كان جايبين العسل والطحينه كده وبحيث احنا اللي نقلبه يعني. تمام. وفي كمان اهو علبه ايه؟ جبنه وطماطم. في حاجه بقى، هو ايه، انا كنت مستغرب ازاي بيبعتوا الشاي ديليفري. بقول لهم انتوا بتبعتوا الشاي ديليفري ازاي؟ قالوا لي عادي يا فندم بنبعت. انا عايز اشوف الشاي بيجي ديليفري ازاي يا جماعه. بصوا يا جماعه الشاي اهو. وفي الليمون النعناع ده بتاع، بصوا مغلفينهم ازاي عشان ما فيش حاجه تتكب. هو في حاجات اتكبت طبعا بس ايه، حاطينهم بردك في شنطه لوحدها ومكيسينهم بالاسترتش جامد بحيث ايه لو حاجه اتكبت تتكب جوه يعني عشان ما تاثرش على باقي الحاجات. هو ده الصح يعني عامه. الله ينور الشاي. ده شاي بجد اهو. ده شاي والله يعني واصل 3/4 كتر خير الدنيا. بس اكياس السكر شربت ليمون للصبح. هو المفروض الليمون كان يبقى لوحده. الشاي فايته هنا يا جماعه، سكر بالليمون. انا ما اقدرش احط السكر ده في الشاي. ده شاي بجد وشاي فتله. هو برد دافي يعني. بصوا شاي اهو، شاي بجد فعلا. ايه ده؟ احمد تي؟ بس احمد ده شاي انجليزي انا مقاطع. الله ايه ده؟ مش تسالوني طيب انا ما ايه ده؟ الله يعافيه ولا ايه؟ العلم اتقدم يا جماعه والدنيا اتطورت. الشاي دلوقتي بقى بيجي دليفري. عشنا وشفنا الشاي دليفري. مش عارف، شاي احمد تي ده طعمه غريب. انا بصراحه يا جماعه انا ما بحبش غير شاي السلام من الاخر عشان بس نبقى متفقين. بس طبعا الايام دي ما يعني ما بشربوش عشان انا مقاطع يعني. في الشاي المصري بقى اللي كان عجبني الكبوس، عشان شاي العروسه ما عجبنيش الصراحه. ايه ده في شفاط. ده عشان الليمون يا جماعه. ده بكام؟ الفطار الفلاح ده ب79 جنيه. عسل وطحينه هنا خلاص. راح فين يا عم الحاج؟ العسل والطحينه ما بيتفهمش. ايه ده فطير غريب. فطير انا كنت مفكره في فطير مشلتت بس هو شكله مش عارف. مش عارف ده فطير ايه ده بالظبط. اما ادوقها اشوف. بصوا يا جماعه مش شكله معمول كده بطريقه غريبه. ده معمول توست على فكره، معمول توست. هو فطير مشلتت بس معمول بطريقه كده رقيق بقى. هو ده الفطير الفلاحي بقى. الصراحه يا جماعه انا معظم الفيديوهات تقريبا او فيديوهات كتير جدا جربت لكم فيها وجبات غدا وكده من مطاعم كتير، فقلت اغير بقى خليها فطار بقى المره دي. الفطير صايع لانه مش مشلتت عادي. في فطير كده يا جماعه بيبقى مشلتت تخين وتحسه متبلت كده او مش عارف اقولها ازاي. هتحس كده ما تحسوش فطير كده يعني تحسه فطير تقيل كده مش لذيذ. انما ده فطير رفيع قوي 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 ومعمول توست كمان فشديد قوي. لا جامد بجد. بص بقى كمان زياد، بص دي عامله ازاي.
لا شديد شديد. جميل قوي. طيب هبقى نجرب الجبنه والطماطم بقى. الجبنه والطماطم متهيألي تتاكل بالمعلقه ولا بالفطير برضه؟ معقوله؟ اصل الفطير مسكر، هحطه في الجبنه والطماطم ازاي؟ لا متهيألي الجبنه والطماطم تتاكل كده. بس هي الجبنه والطماطم غريبه شويه. الجبنه والطماطم بصراحه فيها عيب، هم حاطين قطع طماطم كتير قوي وجبنه قليله، تحس ان انت بتاكل طماطم مش جبنه بطماطم. يعني الجبنه بطماطم اللي كانت في السحور بتاع البيك بيتزا كانت احسن بكتير من ديت. طيب تاني فطار هنجربه اللي هو الكلوب ساندوتش. ده بيبقى المفروض ان هو عيش توست وجواه 3 طبقات، طبقه بيض اومليت وطبقه تركي مدخن او بيف بيكون، والطبقه الثالثه بتبقى موتزاريلا وخس. تمام. الكلوب ساندوتش ده المفروض ما بيبقاش معاه مشروبات، يعني هو كده بس لوحده اللي هو دوت. المفروض بيبقى في الصوره كده عليه بطاطس من فوق، فغالبا دي البطاطس بتاعته. اوه ده سخن ده ولا ايه؟ حاسه كده. ايه ده؟ شكله غريب. بصوا هو عبارة عن 4 قطع. بصوا يا جماعة ده الكلوب سندوتش. شكله الصراحة صايع قوي. في الصورة هتلاقوا فيه بطاطس كتير كده من فوق، دي البطاطس اهي. يعني انا ممكن اقوم ايه ارشرش البطاطس كده زي كده بقى زي الصورة بالظبط. انا هحط البطاطس كده. بس انا ممكن اشيل البطاطس دلوقتي، ممكن اكل حبة كده وخلاص لوحدهم. انما ايه، دي بطاطس مليانه شويه حلوه. بكام بقى الكلوب سندوتش ده؟ ده ب 79 جنيه برضو. كلوب. طبقه عيش اهي تحت، فوقها الاومليت. ما خلاص بقى عرفنا ان ده طلع الاومليت. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، اول حاجه دي عيش وفوقه الاومليت. تمام. بعد كده طبقه عيش تاني وفوقها البيف بيكون. هم حاطين بيف بيكون مش حاطين تركي مدخن، هو يا ده هم حاطين بيف بيكون. تمام. وفوقها بقى في طبقة موتزاريلا. تمام. وفوقها ايه الخس بقى، وبعد كده عيش تاني. لا الفكرة صايعة قوي، شديد شديد قوي. بص 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 عامل ازاي. لا الصراحة شكله جامد قوي. هو دافي يعني مش سخن. بس تخيل لما تاكل ده على الفطار، ده جامد جامد قوي. لا شديد شديد. تعالوا نجرب شريحة كمان. واو. بص 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 اوف 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 الله 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 الله. لا 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 جامدة جامدة. بص بص الموتزاريلا مطرشقة منها. يا خبر. لا وعيش التوست طري طري قوي. لا 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 ده المرة دي حاطين الموتزاريلا تحت البيض. ما هي مش هتفرق الموتزاريلا فين، المهم ان في موتزاريلا. لا بجد الكلوب سندوتش ده جامد. اخر نوع بقى من الفطار وده اغلاهم، هقول لكم سعره كام دلوقتي. ده اسمه ايج بلان رول، وبيتقدم معاه يا ليمون نعناع يا ليمون صودا. ده عباره عن ايه بقى؟ هوت دوج بالاومليت بصوص نابولي المميز والخضار مع بطاطس ويدجز، وبيبقى معاه كمان عيش توست. عيش توست بردك. دي المفروض هي دافيه شويه، يعني هي المفروض ان هي بتتقدم سخنه بردك. اهو بصوا بقى يا جماعه. اوف اوف أوف. ولا ده بالذات شكله ايه ده يا جماعه ابن لذينه.
ايه ده البطاطس الويدجز؟ انا كنت مستغرب ان انا لقيت بطاطسايه كده بقشرها، ففي حد كتب لي كومنت بيقول لي هي البطاطس الويدجز اصلا لازم تكون بقشرها. ده هنا بقى حاطين بطاطس ويدجز كبيره وبقشرها، قشر كبير. وانا بس مش فاهم وانا هاكل القشر يعني؟ ده حاطين قطع بطاطس كبيره بقشرها بقى، القشره كامله. ازاي يا جماعه ده؟ فوائد قشر البطاطس. اعمل ايه؟ البتاع ده ابن لذينه قوي، تحسه كده برنس في نفسه. شكل اصلا لا يعني بص تحس كده ايه ده. بصوا ايه ده؟ ايه البطاطسايه اللي طالعه دي؟ البطاطسايه في ايه؟ ما تظبطوا نفسكم كده. بصوا يا جماعه ابن اللذينه ده، بصوا شكله اوف. لا كده كده كفايه، بس مش هعرف ايه اعمل اكتر من كده. بصوا يا جماعه ابن اللذينه ده يعني هو دافي يعني. تمام. طبعا في معاه عيش توست، هم حاطينه اهو في الورقه دي. المفروض في 6 في الصورة، هل بالواحدة 6 زي الصورة بالظبط؟ المصداقية يا جماعة، أهم حاجة المصداقية يا جماعة. ومعالق وشوك كتير في كل حتة. 6 اهو. بصراحة أقول لكم حاجة يا جماعة، أنا أحب أوي الورق اللي شكله كده. الورق ده بيجوع، الورق اللي هو كده ده بكام بقى يا جماعة؟ ب119 جنيه. ليه؟ طيب عايز اقول لكم بس حاجه يا جماعه، هم قالوا لي بكل ثقه كده، بكل ثقه طبعا توثيق 20 جنيه، ها، بكل ثقه قالوا لي الاوردر هيوصل في نص ساعه. وصل في قد ايه؟ في ساعه حضرتك، ساعه. وصل في ساعه يعني بسيطه، نص ساعه زياده بس. بلاش الثقه الزايده دي. اوف بطاطس ويدجز، بس انا مش فاهم يعني ايه الفكره ان هي بتتعمل بقشرها. بصوا اهي، انا اول مره اعرف المعلومه دي يا جماعه، ما تخيلتهاش اصلا. بس هو انا اعتقد ممكن تكون الطريقه كده، بس مش معناها ان ناكل القشره. لان مثلا البطاطس المسلوقه مثلا احنا بنسلقها بقشرها، لكن هل بناكلها بقشرها؟ لا. فاعتقد انا ما اعرفش اصلا طريقه الويدجز دي بتعمل ازاي، بس هي طعمه قوي. لا طعمه قوي قوي. ده بقى اكله ازاي؟ ده لحوسه ده يا جدعان. المفروض طبعا امسكه بحاجه. بصوا اللي هقول لا مؤاخذه يعني البتاع ده اسمه ايه ده يا جماعه؟ ده ايه اسمه؟ ايه نسيت والله. هوت دوج بالاومليت اهو زي ما انتم شايفين. بصوا الهوت دوج جايب دم، تحس ان الهوت دوج حد قتله. هوت دوج. بس اللي فكر في الفطار ده يعني انت ايه يا جدع؟ إيه؟ لا بص ده هوت دوج ملفوف بالبطانية. هوت دوج ملفوف بالبطانية. اللي فكر في الفطار ده انت ايه يعني؟ ايه الفكرة دي جبتها منين؟ ايه ده في مشروم. في مشروم بجد. في بقى بصل وفلفل وزيتون ومش عارف وايه ومشروم. لا ده في شغل عالي تحت. ده بص تحت في ايه؟ ده في مهرجان تحت. يعني لا مؤاخذة يعني، ده فطار ولا غدا ده يا جماعة؟ ايه ده كله؟ شغل عالي. بس جديدة دي ان الهوت دوج يتلف بالاومليت. بس فيها عيب، محدقين البيض قوي فمبوظ المتعة. دي لعة قوي، بس الفكرة نفسها جامدة. لا الفكرة نفسها صايعة. وفكرة الكلوب الكلوب سندوتش جامدة. والفطار الفلاح برضك، الفطير نفسه شديد. كمان الكلوب سندوتش ده اجمد كمان من الايج بلان. اسمه ايج بلان، خطة البيض. ايج بلان ما خطة، ده كل ده معمول حفلة على البيضة يا جدعان. ده مش ده ده معاه ليمون نعناع او ليمون صودا. انا اخترت ليمون اسمه ايه يا جدعان؟ ما تقولوا يا جدعان. ده ايه ده يا جدع؟ ده بصوا حاطط لك ليمون فوق يعني. في بصوا غريب يعني، شكله غريب. بصوا الليمون نفسه طافي فوق اهو. انا بحب قوي يا جماعه الكوبايات دي. الكوبايه دي بتديك انتعاش جدا يعني، وانت بتشرب المشروب كده بتحس الكوبايه نفسها بتديك انتعاش.
ايه ده، شاليمو ده ولا ماسورة مجاري؟ جامد. صودا فعلا. عارفين احساس السيفن اب بقى والسبرايت والحاجات العاليه دي، وفي نفس الوقت تلاقي طعم الليمون، يعني الاتنين مع بعض ميكس غريب كده. لا المشروب جامد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي بقى، روحوا عيدوا بقى.